السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب الفيديوهات تكون بتنفعكم. هنتكلم على حاجة مهمة جدا برضو. هنتكلم بقى على ايه؟ بعد ما بنخس ونبقى زي الفل كده وفرحانين بنفسنا زي ما انا فرحانة كده بنفسي. ليه بنرجع نتخن تاني؟ ده قلت لكم في الفيديو اللي فات، قلتوا لي الصوت واطي جدا. ماشي. نمرة واحد، خلاص بقى احنا خسينا وفرحانين بنفسنا، طبعا مش هنرجع بقى نتخن تاني ونودي نفسنا في داهية تاني. واحنا عارفين كويس قوي، يعني في ناس، بعض اصدقائي كانوا عاملين معايا العملية ورجعوا بدأوا يتخنوا تاني وهم داخلين في تصحيح عملية تاني وفلوس قد كده تاني. زي ما قلت لكم، اقل دكتور يعني الرحيم شوية ده 50-60 ألف جنيه. آه، وبيقولوا لي انا ما بناكلش حاجه خالص. احنا شايف معده صغيره اهي، احنا هنعرف ناكل حاجه؟ لا، بياكلوا يعني. لما اجيب كل يوم كيس شيبس يقول لك اصل انا باخده على مدار اليوم. ده كيس الشيبسي معدي ال1000 وشويه سعر حراري، يعني هيودينا في داهيه. بس بق بيبسي، بق مش عارفه ايه، عصير، كيس شيبسي، قطعه مش عارفه ايه، بسكوتايه، خلاص رحنا في 60 داهيه. هو مش محتاجين حاجه يعني ما في البيبي الصغير اللي سنتين و3 بيبقى مامته بتخنه قد كده من الحاجات اللي هي بتتفسها له يعني. ما هو برضه معدته صغيره قدنا يعني. بس احنا اللي بنودي نفسنا في داهيه. احنا ما صدقنا يعني. انتوا عارفين كويس قوي احنا كنا بيطلع عينينا في الدايت قد ايه عشان نخس. ما بنعرفش نخس، واللي بنخسه بعد معاناه بنرجع نتخنه تاني. فاحنا ما صدقنا ان احنا عملنا العمليه وربنا كرمنا وخرجنا من اوضه العمليات، واللي عملها مع دكتور كويس وعمل له العمليه كويسه. فيعني نقعد نحمد ربنا ونحافظ على الوزن اللي احنا فيه. احنا كفايه اهو اخر 10 كيلو مش عارفين ننزلهم يعني. فبنحافظ ازاي بقى؟ ان احنا بناكل الاكل. بيقولوا لي مش عايزين ناكل اكل صحي، ناكل الاكل البيت العادي. اكل البيت العادي لو كلناه فطار غدا عشاء بكميه قليله، مش ولو كلتيه فطار وغدا عشاء ما ركزيش مع الكميه، كده كده المعده مش هتستوعب كميه كبيره. يعني الفطار العادي بتاعنا من البيت، طبعا ما فيش فينو، ما فيش عيش بكميه كبيره. في ناس بتاكل ممكن معدتها بتاكل رغيف من اللي هو الرغيف الصغير دوت. ما انت لما تاكلي رغيف في الفطار ورغيف في الغداء ورغيف في العشاء، 3 ارغفه، مصيبه سوداء. مصيبه سوداء، خلاص رحنا في 60 داهيه. فاحنا دلوقتي عندنا عيش، بنعمل عيش بالعدس، عيش بالشوفان، بناكل من غير عيش. انت لو معلقتين 3 فول عليهم بضايه عليهم معلقتين سلطه، خلاص كميه كبيره جدا وهتشبعك جدا وهتسند معاكي كام ساعه يعني. ودايما بقول لكم نبدا كل حاجه بالبروتين. البيض اهم حاجه، بضايه واحده، بضايه ومعلقتين فول. طبعا مش يوميا يعني، مره بيضايه مسلوقه، مره اومليت، مره بانكيك زي ما بنعمل اللي هو بالشوفان، معلقتين شوفان على موزايه، على منها اكلنا حاجه مسكره ومنها اكلنا حاجه شبعتنا وسندتنا يعني برضه. بس فالاساسي يا جماعه، الاساسي الشيبسي مهما كان، واحده ورا واحده ورا واحده. كام واحده؟ ما هم فيهم سعرات قد كده. عايزه شيبسي، اعملي شيبسي في البيت، في الفرن، في الاير فراير، بيبقى طعمه نفس الطعم، ممكن احلى وانضف وما فيهوش سعرات حراريه. يعني احنا ابتلاءنا كده في الناس اللي بتتخن وزنها كده، ده ابتلاءها بقى في جسمنا يعني. فاحنا يعني لازم نمشي حسب جسمنا بيحتاج ايه. فمش هينفع نلخبط بقى كل يوم بيبسي. هو مره واحده في الاسبوع يا جماعه. البيبسي ده امنعوه تماما. البيبسي ده بيودي في 60 داهيه يعني. يعني بيودي في 60 داهيه في الصحه، في الوزن، في كل حاجه، في هشاشه العظم، في كل حاجه. احنا مش ناقصين كوارث يعني. احنا ما صدقنا بنحاول نحافظ على صحتنا يعني. بالنسبه للناس اللي في سني والشباب برضه، ما هم محتاجين صحه يعني. ف يعني تنظيم الاكل شيء مهم جدا، ومنع طبعا السكريات الحلويات. ناكل مره واحده. بنعمل كل يوم في القناه حلويات دايت. ناكل حلويات دايت يعني. بعمل لسه هنزل، عامله بطاطا بالمعلقتين نسكويك، طعمها في منتهى الجمال، ومعها معلقه عسل ابيض. في طعمها، والبطاطا اساسا نهتيها مسكره، بتديكي احساس بان انت كلتي حاجه مسكره والجسم مش محتاج حاجه والدنيا شغاله يعني. واهم حاجه الميه 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 يا جماعه، عشان بشرتنا، عشان البشره، ف وجسمنا وكل حاجه. فالميه دي شيء مهم جدا. وبلاش، خلينا في العصاير الفريش. ما هو موجود دلوقتي الموز والجوافه والرمان. الرمان ده سعراته الحراريه قليله جدا جدا،
بتضربيه في الخلاط وبيبقى عصير بيبقى تحفة، ومش محتاجة سكر، اللي محتاج أوي يعني مزنوق في السكر أوي يعني معلقة عسل أبيض. اللي عايز ما يتخنش وما يرجعش تاني مش هيرجع، لكن اللي بتقول لِك أنا أصل أنا تخنت تاني وأصل أنا ما باكلش، لأ بناكل، بناكل. وخلّوا بالكم اللي بيفكّر كمان إن يا جماعة إن اللي عمل العملية خلاص هو مش هيحط حاجة في بُقّه ومش هيحس إن هو جعان، ده بيضحك على نَفْسه، الجوع ده بييجي من المُخ ما بيجيش من إحساس الجوع، أي أحاسيس بتيجي من المُخ ما بتجيش من من الأجهزة بتاعتنا، يعني المعدة ما لهاش دعوة بإحساس الجوع دوّة، إحساس المُخ وتحسّي إن أنتِ بعد التجميع هتاكلي الدنيا كلّها، لمّا تيجي بس على طول بتحسّي بجوع برضه، تيجي تاكلي هتلاقي المعدة بتاخدي كمية صغيّرة، يبقى الكمية الصغيّرة دي ناخدها في حاجة صحّية هتفيد جسمنا وفي نفس الوقت مش هنتخن، يعني أنا باقول لنفسكم وباقول لنفسي، أنا يوميًا باقول لنفسي كده خلّي عندِك دم ما أنتِ عايزة تاكلي عايزة آكل باخد كوباية زبادي، snack باخد مثلًا حاجة زي ما باقول لكم مثلًا باعمل بطاطا اليومين دول مسكّرة جدًا وطعمها حلو جدًا وفي نفس الوقت بتلكم، وبطاطاية واحدة صغيرة هتشبعنا جدًا لو خدناها snack أو اتعشينا بيها، أو لو خدتِ واحدة snack واتعشيتِ بواحدة، الرُمّان أنا بافصّص رُمّان ما فيهوش أي سعرات حرارية، باحطها مع على الزبادي، رُمّان نُص رُمّاناية على كوباية الزبادي، مُشبعة جدًا وتحسّي ومعاهم معلقة عسل أبيض لو أنتِ حابة حاجة مسكّرة يعني، فاللي عايز ما يتخنش مش هيتخن، واللي عايز يحافظ على وزنه هيحافظ على وزنه، واللي مش عايز تاني ندفع فلوس عمليات تاني والمعدة هي فيها إيه بقى كل شوية نقعد نعمل فيها عمليات تصحيح يعني إحنا ما صدّقنا والفلوس يعني حتى الناس موضوع الفلوس طبعًا بيبقى شيء مُتعب جدًا يعني وشيء مُرهق يعني في ناس بتتزنق جامد عشان تحوّش أو ت ت ت توفّق موضوع الفلوس بتاعة العملية يعني أو سواء بتعملها قسط أو حتى الناس لو في حد معاه زيادة يعني برضه مش هيبقى الفلوس اللي معانا كلّها نحطها في عمليات السِمنة عشان نخِس ما نحافظ يعني، إحنا ربنا أكرمنا بالعملية وربنا أكرمنا ودايمًا باحمد ربنا والله إن في عمليات زي كده دلوقتي، كان زمان الواحد بقى مش عارف يدخل من باب الشقة، فاقول الحمد لله وخسينا والحمد لله الموضوع بقى صحتنا كويسة وبنعرف نلبس وبنعرف نخرج وفي ناس كان بيبقى في ناس أوزانها بتبقى كبيرة جدًا وناس بتتنمر عليهم، وسواء لو بنات صغيرين والّا شباب صغيرين وبيبقوا جسمهم مليان، أكيد هم عارفين ومجربين إحساس التنمر دوّة، حتى لو مش بالكلام بالنظرة حتى بالبصة، حتى لو الناس اللي حواليهم كان مش مؤذيين يعني، إحساسِك أو إحساسك وأنت نازل كده تشتري لبس ومش لاقي مقاسك، أو مش عارف تلبس زي أصحابك، أو مش عارفة تلبسي زي أصحابك، أو مش عارفة تلبسي زي زمايلِك. من طبيعة الإنسان بيحب يلبس يعني، إحنا نحافظ على قد ما نقدر، يعني أنا باوصّي نَفْسي وباوصّيكم وباقول لكم وبانصحكم وبانصح نَفْسي معاكم إن نلتزم يا جماعة والله، الموضوع أنتم ما تتخيلوش الموضوع بيبقى صعب قد إيه بعد ما بنخس ونرجع نبدأ نتخن تاني، وده سهل جدًا، وممكن سَنة واحدة، مجرد ما بتخسي وتوصلي للمثالي هي سَنة، ترجعي تاكلي العادات الغلط اللي كنا بناكلها، البيبسي اللي هيودّي في الناس في داهية والشيبسي والبسكوتات سعراتها ما بنعمل بسكوتات في البيت يا جماعة، بيبقى طعمها أحلى وأنضف من برّه على فكرة يعني. وبنعمل حلويات برضه diet حلوة جدًا لو خدناها snack كل يوم، مش محتاجين حاجة. والناس اللي بتشتغل ما تحضّري lunch box من بالليل، حُطّي فيه حاجتِك، يعني لسه اللي هي عاملاها اللي بالشوفان، الفطيرة اللي بالشوفان ديّة وبناكلها بالجبنة، بيبقى طعمها حلو جدًا. والجبنة عامةً الجبن دي تودّي في 60 داهية. يعني ما فيش أصح من الجبنة القريش، وزي ما قُلت لكم بنعملها بمليون طعم، ومليون لون، طعم ولون، وبتبقى شكلها كريمي كده، بتبقى طعمها تحفة. فيا ريت يا جماعة الناس اللي قالوا لي اتكلمي عن موضوع إن إحنا بنرجع في الوزن تاني إزاي، بسهولة جدًا، اللي عايز يرجع في الوزن تاني هيرجع ببساطة، يعني شهر، شهرين، 3 مش هتحسي هتبُصّي تلاقي الدنيا رجعت تاني، وإحنا ما بنصدّق كيلو ننزلهم يعني، حتى يعني اللي محافظ أوي ممكن يومين كده بينسى نَفْسه بيلاقي نَفْسه تخن كيلو. فيا جماعة حافظوا ونحافظ على العملية، ونحافظ على العملية ونحافظ على الوزن وعلى النعمة اللي ربنا ادّاها لنا،